طبعا زي ما انت شفتوا كده احنا كسرنا البلكونه دي خالص تماما، اتكسرت. طيب يا باشمهندس اسلام، الطبيعي بما ان انت اشراف مش مقاول ولا واقع، الطبيعي لما حاجه زي كده تتكسر على حساب مين؟ الطبيعي ان هي بيكون على حساب المكتب. خلاص كده. طيب ليه دي مش على حساب المكتب؟ هل العميل هو اللي دفع؟ لا، مش العميل. طب مين اللي اشترى البورسلين ده؟ المقاول بتاع البورسلين. طب ليه؟ لان مقاول البورسلين اشتغل يوم الجمعه واحنا ما بنشتغلش يوم الجمعه. خلاص كده، اشتغل يوم الجمعه وعمل البلكونه دي من غير ما يكون حد المكتب واقف معاه. طب لو كان حد المكتب واقف معاه وكان في مشاكل واتكسرت، كان المكتب هو اللي هيجيب البورسلين. خلاص، فمش عشان انت اشراف تدفع العميل، العميل بيدفع ثمن الحاجه مره واحده بس، وليه ان هو يستلمها مظبوط، مش مظبوطه بتتكسر على حساب المكتب. خلاص. طيب ده الكلام ده في حاله وجود مهندس واقف على ايد الصنايعي. طب لو الصنايعي اشتغل يوم الجمعه زي اللي حصل كده، المقاول هو اللي بيشيلها. خلاص، دي بس كانت نبذه صغيره ولكنها مهمه، مهمه عشان نعرف الحقوق فين، ونعرف كل واحد ليه حق ياخده.